عمرك سألت نفسك وانت بتشجع نادي الزمالك يعني ايه الزمالك؟ تعال نعرف مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود فاروق. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن نادي من اكبر واعرق الاندية اللي موجودة في مصر وموجودة في افريقيا كمان. القصة بترجع ل 1911 لما جه المهندس البلجيكي جورج مارزباخ اسس نادي كان اسمه ساعتها نادي قصر النيل، وكان مقره ساعتها قريب جدا من كوبري قصر النيل. النادي ساعتها كان اجتماعي ورياضي مع بعض. الهدف من تأسيسه ساعتها انه يكون مكان لتجمع الجاليات الأجنبية والمصريين اللي بيحبوا الكوره. ساعتها بعد فتره قصيره اتنقل النادي من المكان اللي هو قريب من كوبري قصر النيل لمكان جديد قريب من دار القضاء العالي اللي احنا عارفينه دلوقتي. وساعتها اتغير اسم النادي لنادي، بدل ما هو اسمه قصر النيل اتغير لنادي اسمه نادي المختلط. اسم المختلط ده جه عشان هو كان بيضم اعضاء كتير من جنسيات مختلفه، اجانب ومصريين، وده خلاه مميز جدا في وقتها عن باقي الانديه اللي موجوده في مصر، لانه ساعتها كان بيجمع ما بين الثقافات وما بين الجنسيات، وده ما كانش موجود كتير في باقي الانديه المصريه. في سنه 1941 وتحديدا في عهد الملك فاروق اتغير اسم النادي مره تانية، بقى اسمه نادي فاروق تكريما للملك فاروق. جينا بقى بعد ثوره 1952 والسقوط الملكيه في مصر، اتغير نادي الزمالك للاسم اللي احنا نعرفه دلوقتي اللي هو نادي الزمالك. ليه اسمه الزمالك؟ جه اسم الزمالك ساعتها عشان ده اسم المكان او المنطقه اللي كان موجود فيها النادي ساعتها، اللي هو الحي بتاع نادي الزمالك. لو جينا نبص لكلمه الزمالك، هي دي كلمه تركيه معناها الكوخ الخشبي او العشش. ليه التركيين سموها الاسم ده؟ هنرجع لورا شويه ونحكي قصه كده بسيطه. زمان كانت منطقه الزمالك المنطقه اللي هي حوالين نهر النيل، او يعني على ضفاف نهر النيل. المنطقه دي كانت عباره عن مستنقعات وما كانش حد ساكن فيها خالص. الاتراك ساعتها بييجوا يصطادوا في المكان ده خلاص، عشان ده ما كانش اصلا مكان فيه سكان خالص، فهم كانوا بييجوا يصطادوا في الوقت ده. فكان الحاجات اللي كانت موجوده او المبنيه ساعتها كانت عباره عن اكواخ كده او عشش موجوده على ضفاف النيل. فعشان كده هو الاتراك لقبوها بالكلمه الزمالك، اللي هي بالنسبه لنا اسمها زمالك بس بالنسبه لهم معناها العشش. تعال احكي لكم كده حكايه على السريع. منطقه الزمالك زي ما احنا بنحكي ان هي كانت عباره عن مستنقعات، وكانت عباره عن برك، يعني ما كانش حد ساكن فيها، وكانت منطقه عشوائيه جدا. اللي خلاها للمنظر اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان دي تبقى مكان من الاماكن الراقيه موجوده في مصر، الفضل كله يرجع لشخص صعيدي كان جاي من قنا سنه 1897. الشخص ده كان اسمه عبد النعيم محمدين. كان راجل صعيدي جاي من قنا، نزل على القاهره، كان معاه شويه فلوس، اشترى ساعتها قطعه ارض في منطقه الزمالك او في حي الزمالك اللي احنا نعرفه دلوقتي. كان سعر المتر اللي هو اشتراه ساعتها كان ما يتعداش القرشين ونص للمتر الواحد، وبدا ان هو يستصلح فيها. تعالوا نذكر شويه احصائيات كده وحاجات للزمالك. في 2 يونيو 1944 كان نهائي كاس مصر ما بين الاهلي والزمالك. ساعتها الزمالك قدر يفوز على الاهلي بنتيجه 6-0، ودي كانت نتيجه كبيره قوي ساعتها. دي من النتائج برضو لغايه دلوقتي ما حدش ينساها. نادي الزمالك اختير في سنه 2003 ان هو احسن نادي في العالم. قدر ان هو يكسب 7 بطولات في سيزون واحد، اللي هم كاس مصر، السوبر المصري، السوبر الافريقي، دوري ابطال افريقيا، الدوري المصري الممتاز، السوبر المصري السعودي، والبطوله العربيه. دول 7 حاجات هو قدر يحققهم او قدر ان هو يفوز بيهم سنه 2003. ده اللي وصله ان هو يبقى احسن فريق في العالم سنه 2003. اكتب لنا ايه المواقف اللي انت عمرك بتنساها للزمالك، انت بتشجع الزمالك ليه، وايه اللي خلاك تحب الزمالك. اخيرا، لو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. كان معاكم محمود فاروق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.